الاسترويد او الهرمونات او المنشطات اللي انت المفروض ناوي ان انت تبدا تستخدمها قبل دخول الصيف علشان تعمل الفورمه. لو انت مستجد في الموضوع فالكلام ده انا هقوله لك، انظم لك بيه افكارك من غير ما اقول لك ان هي غلط او صح، لان انا اتكلمت في الموضوع ده بما فيه الكفايه، وطلعت مع مدربين عالميين وابطال عالميين وقلنا ان هي مضره واتكلمنا عنها بما فيه الكفايه. لكن في شويه كلام انا هقوله لك من واقع تجربتي كلاعب كبطل افريقيا والبحر المتوسط 2017، وبحكم ان انا موجود في المطبخ مع الناس وعارف كل اللي موجودين بيعملوا ايه، بيشتغلوا ازاي، وايه اللي بيحصل لهم، وايه اللي ممكن يواجهك انت ما تعرفش ان هو لسه هيواجهك. بالنسبه للاسترويد مبدئيا لو انت بتفكر ان انت هتاخد سايكل وبعدها هتبطل، ده مش هيحصل. انت لو جربت مره دي حفره هتقع فيها ومش هتعرف تخرج منها تاني، حتى نفسيا مش هتعرف تخرج منها تاني. انت متخيل ان انت مثلا بتروح الصبح الشغل راكب عربيه لامبورجيني بعد ما كنت مثلا بتروح الشغل بعجله، وفجاه العربيه دي تتاخد منك وبعد كده تروح الشغل تاني بتاعك بالعجله؟ مش هتقدر نفسيا، بالذات لو المفتاح بتاعها قدامك وتقدر تستخدمها تاني وتالت ورابع. ففكره ان انت هو كورس واحد وهبطل ده ما بيحصلش، بيحصل بس لو مش معاك فلوس. انما طول ما انت معاك فلوس وبتتمرن لو جربت مره بيبقى صعب نفسيا جدا ان انت تبطل. الحاجه الثانيه مفيش مكتسب من الاسترويد بيفضل مكمل معاك حتى لو الناس ادعت عكس ذلك. بمعنى انت بتعمل السايكل، بتعمل عضلات، بتعمل كتله عضليه محترمه، بمجرد ما بتوقف السايكل لو عملت بوست سايكل ثيرابي ووقفت تماما وبعدت عن الموضوع تدريجيا مهما كانت جيناتك قويه هتفقد على الاقل 80% من مكتسباتك من السايكل. عايز اقول لك ان السيناريو الطبيعي العادي ان اغلب الناس اصلا بعد السايكل وبعد البوست سايكل ثيرابي بيحصل معاهم دروب في التستوستيرون، والموضوع بياخد معاهم فتره اصلا على ما الاتزان الهرموني بتاعهم بيرجع. خلال الفتره دي عايز اقول لك ان الناس بيحصل معاها فقد عضلي، والناس احيانا بترجع لنقطه الصفر وبتخس عضلات اكتر ما كانت بادئه حتى لو بتتمرن. السيناريو ده انا شفته قدامي كتير. انا عارف ان الفيديو ده انا هتهاجم عليه، بس الكلام اللي انا بقوله لك ده انا بقوله لك عشان تنظم افكارك. انا مش فارق معايا مش فارق معايا ان انا هاجم حد، ومش محتاج كريدت في مجال كمال اجسام. انا عارف انا مقدم ايه كويس وعارف انا عامل ايه كويس، لكن الكلام ده الهدف منه بحت هو انت اعرفه لنفسك. مفيش مكتسب عضلي هتقدر تحافظ عليه بعد السايكل. الناس اللي طول السنه شكلها حلو قدامك، الناس دي طول السنه اون سترويد، الناس دي طول السنه شغاله سايكل وبريدج سايكل وبريدج. الناس دي اللي لما بتقول لك ان هي مبطله بتبقى شغاله تي ار تي. الناس دي ما بتوريلكش غير الصوره بتاعتها وهي ان شيب، ما بيوريلكش هو في الاوف سيزون وهو مبطل بيبقى شكله عامل ازاي. كامل احترامي لكل اللعيبه، مفيش اي اساءه، بس الكلام ده لازم تعرفه لانه حقيقه. الحاجه الثانيه الاهم من ده كله، مفيش حاجه اسمها ان انت تعمل سايكل والموضوع يعدي وانت ضامن 100% انك ما يجرالكش حاجه. وارد يحصل لك حاجات انت لا تتخيلها، وارد اللي يكون عدى مع غيرك بامان يعمل معاك نتائج كارثيه. فالموضوع الريسك فيه مرعب. نيجي لاهم تاثير سلبي نادرا ما بشوف حد بيتكلم عنه. اغلب الناس بتتكلم عن الكلى، عن الكبد، عن حاجات عضويه. التاثير النفسي السلبي من الموضوع مرعب. اسال اي حد جرب الموضوع ده ومشي فيه فتره وكلمه كده بصدق بينك وبينه، شوف هيقول لك ايه. موضوع انت مش متخيل بيخلي النفسيه عامله ازاي. فصدقني حاول تتحكم في الرغبه الداخليه اللي جواك في انك انت عايز تعمل حاجه جامده جدا، وفرق بين الطموح الايجابي اللي ممكن تبني بيه حاجه عظيمه وبين الطمع اللي ممكن بيه تضر نفسك. وتعلم انك ترضى بحدود الطبيعي اللي اصلا لو وصلت له صدقني هو كافي. وحابب برضه اضيف للناس اللي بتلجأ للاسترويد علشان تخس، صدقني انت لو ما اتعلمتش ان انت تعمل دايت صح وتتمرن صح، صدقني الهرمون مش هيضيف لك حاجه. احب اقول لك معلومه ممكن تكون صادمه ليك. من 2002 من اول ما بدات ادخل جيم لحد النهارده ما شفتش واحد اوفر ويت والمدرب لعب في دماغه وقال له تعالى ادي لك جي اتش وادي لك سترويد وادي لك وعمل سايكل كبير جدا والموضوع نجح معاه. ما بيكملش وما بيخسش. ما شفتش واحد ما اتعلمش دايت وتمرين ولجأ لقصه الهرمون قبل ما هو اصلا يعلم نفسه الانضباط على فكره ان هو يتمرن ويعمل دايت والهرمون نفع معاه في حاجه. فمبدئيا ما تقعش في التراب ده. فنصيحتي لكل اللي بيتابعني، صدقني التمرين وفكره الرياضه وان انت تاكل اكل صحي وان انت تعمل الميكس ده مع بعضه بطريقه صحيه وتعمله على اساس علمي هيوصلك لنتائج جميله جدا ابعد من فكره الشكل. تاثيره على صحتك وعلى انتاجيتك وحالتك النفسيه جميل، هيفرق في جوده حياتك بره الجيم مش بس الشكل. ما تبصش لشكلك وبس، مش عشان شكلك يبقى حلو تضر نفسك. انا قلت اللي عندي وفي النهايه القرار ليك.